بيبدأ فيلمنا مع هوب واللي لسه صاحية من النوم وبتكون بتكلم حبيبها اللي عرفته من على النت، وبعدها أختها بتستعجلها علشان خارجين. والدتها بتحذرها إنها ما تمسكش التليفون، واللي بتبقى عاوزة تعرف هي بتكلم مين. ولما بيخرجوا بيكون والدهم مستنيهم بالعربية علشان يروحوا الكنيسة، واللي بيبان قد إيه هم أسرة متدينة. وبيقابلوا هناك جدة هوب، وبعدها بتلاحظ مارس إن هوب ماسكة التليفون بتتكلم وهما في الكنيسة. ووالدها على طول بيقول لها إن ده ما ينفعش هنا، لكنها بتقول له إنها على الأقل أحسن من جدتها اللي نامت. وبعدها بيخرجوا بنشوف هوب واللي بتبقى عايزة تقعد في بيت جدتها، وبتقول لجدتها تقنع والدها ووالدتها، وبالفعل بيوافق جاريت، لكنه بيقول لها إن بشرط إن هي تفتح لوكيشن علشان أبوها يعرف هي فين. وبتروح فعلا عند بيت جدتها واللي بيبقوا سهرانين بالليل وبيشوفوا فيلم، وبتبقى هوب في نفس الوقت بتتكلم مع حبيبها في التليفون. ولما بتروح جدتها في النوم بتتسحب وبتقوم وبتلبس أحسن حاجة عندها وبتخرج من البيت، وبتسيب تليفونها في البيت علشان والدها ما يعرفش إن هي خرجت. وبعد كده بنشوف تريفور حبيبها اللي عرفته من على النت واقف لها تحت بالعربية قدام البيت، وبينزل كمان يفتح لها الباب، وبيمشوا هما الاتنين بالعربية. وبتسأله هوب عن المكان اللي هما رايحينه، وبيرد تريفور إن دي هتبقى مفاجأة، وبتعرفه هوب إن هي المفروض ترجع البيت بعد ساعتين. وبيسألها تريفور لو كان والدها ووالدتها عارفين هي فين دلوقتي أو بتكلم مين، ولكن بترد هوب وبتقول إن محدش عارف، وكمان إن هي مسجلة على التليفون باسم هارلي صاحبتها في الدراسة علشان محدش يعرف إن هي بتكلمه. وبيوصلوا للمكان اللي تريفور كان عامله مفاجأة، وبيكون في صالة البولينج، وبتبتدي إنها تستمتع بوقتها. وبعد ما بتخلص بيفاجئها تريفور لما بيكون جايب لها هدية وهي سلسلة، وبتكون هوب مبسوطة بيها جدا، وبيحاول هوب يلبسها السلسلة، ولكن بيظهر صاحبه طوان واللي بيتفاجئ بوجوده وإن هما بقالهم كتير جدا ما شافوش بعض. وبتسيبهم هوب يتكلموا، وبتقول لهم إن هي هتروح الحمام. ولما بتروح بتخبط في واحد من الموظفين في المكان واللي بيقول لها إنه آسف. وبعدها بتروح الحمام وبتلبس السلسلة، وبنشوف واحدة بتقول لهوب إن السلسلة حلوة جدا، وبتسألها لو كان تريفور هو اللي جابها، وبترد هوب إن هو اللي جابها فعلا، لكنها بتستغرب هي عرفت تريفور منين. وبترد البنت إن هي تعرفه من المدرسة. وبترجع هوب لتريفور واللي بيكون جاب لها حاجة يشربوها سوا، وبيخرجوا من المكان. وبتبدأ هوب تحس بدوخة مرة واحدة، بس بيركبوا العربية وبيمشوا، وبنلاحظ إن في عربية تانية ماشية وراهم وبتراقبهم. وتريفور بيقول لهوب إنه عايز يروح مكان تاني، ولكن بترفض هوب لأنها بتبقى عايزة ترجع البيت في وقتها المحدد. وبتشتكي مرة تانية إن هي حاسة بدوخة غريبة وأول مرة تحصل لها، وبيقترح عليها تريفور إنه ينزل يجيب لها مية من السوبر ماركت. وبينزل يجيب فعلا المية، ولكن فجأة بنشوف عربية وقفت وبينزل منها ناس وبيخطفوا هوب من العربية وبيمشوا. وفي نفس الوقت بيكون جاريت بيجيله اتصال من والدته إن هوب مش موجودة في البيت، وبيبلغوا الشرطة. وبنشوف هوب اللي بدأت تفوق، وبنشوفها مربوطة وفي واحدة بترسم لها وشم على ايديها. وبعد كده بينقلوها لمكان تاني، وبنشوف واحد داخل يقعد معاها وبيبقى اسمه بيشوب، واللي بتسأله هوب هي مكانها فين دلوقتي، ولكن مش بيرد على سؤالها. وبيبدأ يقول لها ان هو معاه صور لأهل هوب كلهم، وان هو ممكن يأذيهم عادي جدا، ولكن هو ممكن ما يعملش كده لو سمعت الكلام. وبترد هوب وهي متوترة ان هي هتسمع الكلام وتعمل اللي هو عايزه، وبيقول لها تروح تغير هدومها وتخرج وهيكون مستنيها بره. وبعدها بتدخل على هوب واحدة تانية وبتبدأ تديها حبوب مخدرة بالعافية، وبتجيب لها الهدوم اللي هتلبسها. وبنشوف هوب مع بيشوب اللي بيكون واخدها بالعربية، وبيقول لها تعمل كل اللي هتقوله، مساعدته بالحرف الواحد، وبتوافق طبعا. وبنشوف هوب وهي رايحة الناس في اوض نومهم، وبيجبرها تعمل علاقة مع الناس دي واللي مش بتبقى قادرة ترفض لانها خايفة على اهلها. وبعدها بترجع تاني للمكان اللي بتبقى محبوسة فيه، وبنشوف بيشوب اللي بيبقى محضر لها حقنة مخدرة وبيديها لها غصب عنها. وتاني يوم الصبح بنروح لجدة هوب واللي بيبقى البوليس عندها بيحقق في اختفاء هوب، وبنشوف كمان والدتها ووالدها موجودين. وبيبدأ المحقق يقول ان مفيش اي دليل على وجود كسر او اقتحام للبيت، وده بيدل ان ممكن تكون هوب هي اللي خرجت. وبيقول خصوصا ان هي سابت التليفون، وبيرد جاريت ان هو كان مراقب تليفونها علشان يعرف هي فين. وبيكمل المحقق كلامه ان اخر حد كانت هوب كلمته كان واحدة صاحبتها، ولما بيتصلوا عليها تليفونها مقفول. وبيقول ان وارد جدا تكون عملية هروب مراهقة عادي جدا وبترجع البيت في اي وقت، ولكن مش هنستبعد ان ممكن تكون هوب اتخطفت فعلا. وبيقول انه هيعرفهم اي جديد هيحصل. وبنرجع مرة تانية لبيشوب اللي بنشوفه واخد الاكل ومدخله لهوب في اوضتها، اللي بتبدأ تقوله لو ينفع تكلم اهلها بس علشان تطمنهم عليها، ولكن بيرد بيشوب ان ده مستحيل يحصل وان حياتها القديمة انتهت ولازم تتعود على حياتها الجديدة. وبياخد الاكل قبل ما تاكل، وبيقول لها تلبس علشان هتخرج تقعد مع راجل لوحدهم زي المرة اللي فاتت. وبنشوف مارس اللي بتبدأ تعلق صور عن اختفاء بنتها وان اي حد يشوفها يتواصل معهم فورا. وبنشوف واحد قاعد بيشوف اللي مارس بتعمله، وبيبدأ يسألها لو هوب تبقى بنتها، فبتسأله مارس على طول لو كان شافها. وبنعرف ان اللي كان بيكلم
مارس ده يبقى الموظف اللي خبط هوب لما كانت في صالة البولينج، واللي بيروح المحقق عنده وبيبدأوا يفحصوا الكاميرات، واللي بيشوف هوب فعلا وكمان واقف معاه تريفور. وبسرعة بيرجع لجاريت ومارس واللي بيبدأ يقول لهم لو يعرفوا الشاب اللي في الصورة، لكنهم ما بيبقوش عارفين هو مين. وبيبدأ المحقق يشرح لهم اللي حصل، وإن هي دخلت الصالة وقعدت شوية وبعد كده خرجت مع الشاب ده واللي هو تريفور. وبيقول المحقق إن باين من مشية هوب إن هي كانت سكرانة أو متخدرة. وبيقول جاريت لو يعرفوا بسرعة يجيبوا الشاب ده ويسألوه عن هوب، ولكن المحقق بيقول إن الموضوع مش بسيط كده، وده لأن العربية اللي كان بيسوقها كان سارقها أساسا، وإن صعب الوصول ليه حاليا، وإن الموضوع هياخد وقت كبير. وبيرد جاريت إن مفيش وقت وإنهم لازم ينقذوا بنته. وعلى الناحية التانية بتكون هوب لبست وجهزت علشان تروح للراجل اللي هيعمل معاه علاقة، وبعد ما بتخلص بيكون بيشوب ومساعدته مستنيينها في العربية، وبيكون جاب لها أكل وبتبتدي تاكل هوب. وهما في طريقهم للمكان اللي قاعدين فيه بيبقى باين على هوب إنها تعبانة جدا، وبيقفوا في نص الطريق وبتنزل هوب وبترجع كل اللي كلته. وفجأة بتشوف هوب إن هي لوحدها، وإن بيشوب واللي معاها مش مركزين مع هوب واللي بتتسحب وبتحاول تهرب منهم وبتجري في الغابة. ولكن بيلاحظ بيشوب واللي بيبدأ يجري وراها، وبتشوف هوب بيت وبتبقى قربت منه، وقبل ما تبتدي إنها تستنجد بأي حد بيمسكها بيشوب بيرجع للمكان اللي بيحبسها فيه، وبيبدأ إن هو يهددها إن هو هيقتل أهلها كلهم. لكن هوب بتترجاه إنها تسمع كلامه وبيسيبها وبيمشي. وبتعدي سنة من اللي حصل وبنشوف هوب اللي بدأت تتعود على الوضع اللي هي فيه، وبيقول لها بيشوب إن في واحدة كمان هتشتغل معاها وهتبقى في الأوضة اللي قصادها. وبنشوف طفلة ماشية في الشارع وبتشوف واحدة معاها كلب وبتبدأ تستدرجها، وبتقولها إن هي ممكن تيجي معاها وهتشوف كلاب أحسن من دي. واللي لما بتوصل للعربية بيكون تريفور مستنيها وبيخطفها، وبيكون صاحبه هو اللي سايق العربية. وبعد كده بنشوف صاحب تريفور واللي كان بيساعده يخطف البنات، واللي بيكون سلم نفسه للشرطة وإنه هيقول كل حاجة يعرفها مقابل حمايته لأنه خايف جدا. وبيبدأ المحقق يسأله لو يعرف أي حاجة عن البنت الصغيرة اللي اتخطفت، وبيبدأ يحكي له إنه هو اللي كان سايق وإنه عمل كده كتير جدا مع أكتر من بنت. وبيسأله المحقق مين اللي بيعمل كده ومين الشخص المسؤول عنهم، فبيقول إنه مش عارف، وإن كل الأسماء اللي بيتواصل معاها بتبقى أسماء مزيفة مش حقيقية، وإن عمليات الخطف بتحصل في كل حتة تقريبا. وبيوري المحقق صورة هوب وتريفور، وبيقول إنه فعلا شاف هوب في اليوم ده اللي اتخطفت فيه، وإنه يقدر يوصله بتريفور، بس مش بيبقى عارف بيودوا البنات فين بعد ما بيتخطفوا. وبنرجع لهوب اللي بتقابل البنت الجديدة اللي هتشتغل معاها واسمها كايلي، وبتبدأ تسألها ايه اللي جابها هنا، وبتقول إن هي جت بإرادتها لأن هي مدمنة، ولقت إن هم هيوفروا لها المخدرات مقابل إن هي تشتغل معاهم. وبترجع هوب تسألها لو تعرف حاجة عن الطفلة اللي محبوسة تحت، وبترد إن هي مش مهتمة تعرف حاجة. وبتطلع تنام هوب في أوضتها، ولكن بتصحى على كابوس، وبتبدأ يجيلها فضول تنزل تشوف البنت اللي محبوسة تحت. ولما بتنزل بتشوفها وبتبدأ تفتكر الأيام اللي عاشتها في المكان ده أول ما اتخطفت، وبترجع بسرعة على أوضتها وبتاخد مخدر علشان تحاول ترتاح وتنسى اللي حصل. وبنرجع وبنشوف إن جدة هوب ماتت، وجاريت وهو في العزاء بيجيله اتصال من المحقق اللي بيقوله إن هو لقى تريفور وقدر يقبض عليه، وبيفرحوا طبعا وبيحس إنه لسه في أمل إن هوب ترجع. وبنشوف بيشوب اللي بياخد البنت الصغيرة اللي خطفها قريب ومعاها هوب وكايلي، وبياخدهم في العربية وبيقف في مكان غريب، وبيكون في ناس واقفين مستنيينه، والواضح إنه بيستلم منهم فلوس وبيديهم الطفلة الصغيرة مقابل الفلوس دي. وبعدها بياخدوا كايلي هي كمان، وبتخاف هوب من اللي بتشوفه واللي بتفتكر إن هي كمان ممكن يحصل معاها كده. ولكن بيدخل بيشوب العربية وبيديها الشنطة وبيقولها تفتحها وتعد الفلوس، وبيرجعوا للمكان بتاعهم. وبيقولها بيشوب إن هم هيفضلوا سوا فترة لوحدهم بعد ما بيتم القبض على واحد من زمايله، وإن هم لازم يسيبوا المكان بتاعهم في أسرع وقت ويروحوا مكان تاني. وتاني يوم الصبح بيخرجوا بالعربية وبنشوفهم في مطعم بيستريحوا من الطريق، وبيبدأ يتكلم بيشوب وبيسألها عن رأيها في إن هي تخرج وتبقى قاعدة في مطعم بعد الفترة الطويلة اللي قعدتها محبوسة، وإن ده ممكن يتكرر ويحصل تاني بس لو فضلت بتسمع الكلام. وبيقولها إن أهم حاجة هي الثقة، وإنها لو كسبت الثقة بتاعته هتتعامل أحسن من كده بكتير. وبيسيبها بيشوب وبيروح الحمام، وبتبقى قاعدة هوب لوحدها، وبتلاحظ دخول الشرطة اللي بيبقوا قاعدين بياكلوا عادي جدا مع بعض، واللي بتلاحظ إن في واحد منهم كان بيبص عليها. وبعد كده بيرجع بيشوب وبياخد هوب وبيخرجوا من المكان بسرعة، وبيمشوا بالعربية وبيقف فجأة وبيبدأ يضربها، وبيسألها لو كانت طلبت المساعدة من الشرطة، ولكن هوب بتقول إن ده ما حصلش، وإنها فضلت مخبيها وشها علشان محدش ياخد باله منها. وبيرجع بيقول بيشوب إن هي محظوظة لأن لو كانوا خدوا بالهم منها كان وقتها قتلها. وبيكملوا طريقهم وبينزلوا في مكان، وبيقول بيشوب إن هو هيجيب شوية حاجات للمكان الجديد اللي هيقعدوا فيه، وبيقولها تنزل معاه وتتعامل طبيعي جدا. ولكن لما بيدخلوا بتقول له هوب إن هي لازم تروح الحمام دلوقتي، وبتروح الحمام فعلا وبتبدأ تمسح الدم اللي على وشها بعد ما ضربها بيشوب
بيشوب، وبتدخل على هوب واحدة ست في الحمام وبتبدأ تسألها مين اللي عمل فيها كده، وبتبدأ تهديها وبتتصل بالشرطة فعلا، واللي بنشوفهم بدأوا يحاصروا المكان وبيشوب مش بيقدر يهرب منهم. وبعد كده بنشوف بيشوب في السجن، وكمان بيقدر المحقق انه يقبض على الشبكة كلها. وبعد كده بنشوف هوب اللي بتبقى في المستشفى وعيلتها كلها قاعدين مستنيينها، وبيقابل والدها الدكتورة واللي بتبدأ تقول لهم ان بنتهم مستعدة ان هي تروح البيت عادي، ولكن هي مش بتفضل كده لان هي عدت بأزمة نفسية كبيرة جدا وان هي محتاجة تروح دار تتعالج نفسيا الاول. ولكن جاريت بيرفض وبيقول انه ما صدق ان بنته رجعت وانه هياخدها على البيت. ولكن الدكتورة بتدي مارس عنوان لمركز العلاج النفسي، وبترجع هوب للبيت فعلا بعد غياب طويل جدا، ولكن بتبدأ تحس بنوبات غريبة وبتتخيل ابوها بيشوب وانه عايز يضربها وانها مش قادرة تحس بالامان بعد كده. وبيقعدوا على السفرة وبيتغدوا، وبتبدأ هوب تسأل عن جدتها واللي مش بتكون عارفة ان هي ماتت، وبتروح للقبر عندها علشان تشوفها. وتاني يوم بنشوف جاريت ومارس قاعدين لوحدهم، وبتقول مارس ان هوب حالتها مش بتتحسن، بالعكس دي بتبقى أسوأ بكتير، وان هي فعلا محتاجة تروح لمركز العلاج النفسي. بيبقى مش مقتنع بالفكرة ولكن بيوافق، وبيروحوا يسألوا هوب وبيعرضوا عليها الفكرة ان هي تروح للمركز وان هي تبقى قاعدة مع بنات عدوا بنفس المرحلة اللي عدت بيها الفترة اللي فاتت، وبيقولوا لها كمان ان هي ممكن ترجع في اي وقت هي عاوزاه لما تحس ان هي اتحسنت، ولو مش عاوزاه تجرب الفكرة المهم تبقى مرتاحة. وبتوافق هوب ان هي تتعالج نفسيا. وتاني يوم الصبح بنشوف هوب واهلها بيوصلوها للمركز وبيودعوها، وبتستقبلها جين واللي بتبقى المسؤولة عن دار العلاج النفسي، واللي بتبدأ توريها الغرفة بتاعتها وبتبدأ تحكي لها شوية عن نفسها وان هي كانت ضيفة هنا بتتعالج لمدة سنتين، ولما حست ان هي خلاص بقت كويسة قررت تنضم وتشارك وتساعد البنات اللي زيها. وقتها هوب بتسألها لو هتقعد هي كمان سنتين علشان تخف، ولكن بترد جين ان دي حاجة ملهاش علاقة بمدة معينة لكن ليها علاقة بيها هي شخصيا. وبتبدأ تاخدها في جولة تعرفها على المكان اكتر والمساحة الخضراء الموجودة وكمان الأنشطة اللي ممكن يعملوها. وهوب بتبتدي انها تفرح، ولكن بتشوف واحدة قاعدة على مرجحة بعيد، وبنشوف انها البنت اللي اسمها كايلي. وبتكمل مع جين وبتروح للخيول وبتبدأ تأكلهم، وبتسألها جين لو تعرف البنت اللي على المرجحة، فبتقول هوب ان هي تعرفها وانها كانت معاها لما كانت مخطوفة وانها فرحانة جدا ان هي شافتها هنا. وبتروح هوب لكايلي واللي بيبقوا مبسوطين جدا ان هم خرجوا من الحبس وبقوا كويسين. وبتسأل هوب كايلي ازاي وصلت هنا، وبتقول كايلي ان الشرطة قدرت تاخد من بيشوب معلومات كبيرة جدا عن اللي كان واخدها وقبضوا عليهم كلهم، وان هي ما لقتش مكان تاني تروحه. ولما اقترح ليها الدكتور انها تيجي للمركز وافقت على طول، وبعد كده بيتفقوا يتمشوا سوا قبل العشاء. وبنشوف بعدها هوب اللي بدأت تتعرف على الناس وبدأت تعمل الأنشطة اللي بيعملوها وبترسم وتزرع. وبعد يومين من وجودها بتقعد مع جين وبيتكلموا عن اللي حست بيه في اليومين اللي فاتوا. وبتبدأ هوب تقول ان هي حاسة بحاجة مختلفة بس كويسة جدا، وان هي مبسوطة بالأنشطة اللي بتعملها. وبترد عليها جين ان الأنشطة دي هي اللي هتخليها تشغل بالها وتنسى الحاجات اللي فاتت، وانهم بيخصصوا وقت بيتكلموا فيه عن الحاجات اللي بتضايقهم. وبتبدأ هوب تتكلم عن اللي خطفوها وان هم مجرمين، وان هي كان عندها كل حاجة حلوة وبدلوها بكل حاجة وحشة، وان هي نفسها ترجع طبيعية زي زمان، لكنها شايفة انها مش هتقدر تعمل كده، وان الطبيعي ان البنات اللي في سنها بيتخرجوا من المدرسة وبيروحوا الجامعة عادي جدا وبيصاحبوا، لكن هي دلوقتي مدمنة ومنقطعة عن الدراسة، وان هي ما اختارتش اي حاجة من دي وفجأة بقت مجبرة تتعامل مع كل ده، وان هي ما بقتش قادرة تتنفس ولا تاكل ولا حتى تخلي والدها يلمسها لانه بيفكرها بالراجل اللي خطفها. واخيرا بتقول لها جين ان هي اسفة على كل اللي حصل لها، وبتشكرها ان هي اتكلمت، وبتقول لها ان اي كلمة بتدور في بالها وحشة ممكن تستبدلها بكلمة حلوة، ولازم تبقى مقتنعة ان الكلمة الحلوة دي موجودة فعلا. وبتبدأ هو بتكتشف اول كلمة وهي كلمة الامان لما بتبقى بتصحى في نص الليل من كوابيس، وبتكتشف ان هي نايمة في امان ومحدش يقدر يقرب لها، ولما بتبقى قاعدة وخايفة حد يقرب منها وبتكتشف ان مفيش حد. وبعد كده بنشوف هوب وهي مع زمايلها وبيعملوا الاكل، ولما بتدخل علشان تجيب طبق بيقع على الارض، وفجأة بتبتدي حالتها تسوء وبتتخيل بيشوب قدامها، ولكن بتطمنها واحدة من الموجودين. ولما بتخرج بتقعد في الجنينة بتحس بنفس الاحساس، وبتيجي كايلي تهديها. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف كايلي بتتسحب وبتصحي هوب واللي بتقول لها ان هي خلاص هتمشي، وان هي كلمت راجل كان جارها زمان وهي صغيرة وان هي هتروح تعيش معاه. ولكن بتتفاجئ هوب من كلامها وتقول لها ليه تروح تعيش مع راجل غريب وان ما ينفعش تعمل كده وخصوصا دلوقتي. ولكن بتقول كايلي ان هو تاجر مخدرات، وبتستغرب هوب وبتسألها ليه رجعت تبقى مدمنة تاني بعد ما بدأت تتعالج. وبتقول كايلي ان هي مش حاسة بتحسن وان هي مش هتقدر تستنى اكتر من كده، ولكن هوب بتقول لها ان هي المفروض تستحمل فترة اطول من كده. وبيفضلوا يتكلموا طول الليل وبتحس خلاص هوب من جواها
جواها ان كايلي اقتنعت بالكلام، وبتنام هوب فجأة وبتصحى الصبح على رسالة مكتوبة جنبها ان كايلي مشيت وان ده افضل ليها وان هي بتعتذر. وبتخرج بسرعة هوب وبتروح لجين اللي بتقول لها بالخبر، ولكن بتبقى جين عارفة وبتقول لهوب ان كايلي قالت لها ان هي هتمشي، ولكن بتستغرب هوب وبتقول ليه ما منعوهاش. وبترد جين انها ما قدرتش تعمل كده لانها مش في سجن. وبتخرج هوب وبتقعد لوحدها، وبعدها بتقرر انها تكمل وتنجح انها تتعالج نفسيا. ولهنا بيخلص الفيلم. ولو عجبتك قصة النهارده يا ريت تعرفني تحت في التعليقات، واعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.